اهلا بيكم في قناتكم ايه هاردوير. معاكم ادم حسن، والنهارده معانا مراجعه عجيبه جدا هنراجع فيها هذا العجيب، واللي حرفيا ليه قصه معايا حصلت غريبه جدا لازم احكيها لكم. من اسبوعين بالظبط كنت نايم، لقيت حد عمال يرن عليا زن الساعه 10 الصبح، وحرفيا بص مش عايز يسكت بجد. المهم صحيت رديت عليه، وانا طبعا مش طايق نفسي ولا طايق اي حاجه، وكمان يومها انا ما كنتش نايم اصلا، فاللي هو انا بص صباح الفل بقى، بس صباح الفل بالمعنى الحرفي. المهم رديت عليه بعد عناء، يعني ما علينا. لقيت حد بيكلمني بيقول لي معاك البريد المصري. البريد المصري ازاي البريد المصري؟ انا ساعتها جالي ايرور حرفيا، اللي هو قال لي في حاجه جايلك من بره، وانا لا طالب اي حاجه ولا في شركه متعاقد معاها قايل انها هتبعت لي اي حاجه. وكمان انا فاكر في المكالمه دي كان قال لي سعر الجمارك، واللي حرفيا انا اتصدمت، اللي هو مش 500 ولا 600 ولا 700، لا اعلى من كده. المهم جالي وانا استلمت الحاجه، وحرفيا دفعت دم قلبي في جمارك، وانا اصلا ما اعرفش انا بستلم ايه بجد والله. وساعتها كنت نزلت لكم الستوري دي، ولحد لحظه الستوري دي وانا دفعت الجمارك، وانا اقسم بالله العظيم ما كنتش اعرف انا استلمت ايه حقيقي. ولكن عشان ابقى واقعي معاك صراحه، فايفان كانت قبل كده مكلماني على الميكسر ده، ولكن ده كان من فتره طويله جدا، اللي هو اصلا الموضوع كانت ناسا يعني. وطبعا بعدها فتحته من غير ما افكر من غير اي حاجه، وطلع هو ميكسر فايفان اس سي 3 اللي الشركه بعتته عشان نعمل عليه مراجعه، ولكن صادقه. خد بالك من الجزئيه دي، وانا كده كده ما بقبلش مراجعه غير لما تكون صادقه عشان نبقى فاهمين بس الجزئيه دي. وعشان اكون اكتر صدقا معاك، قررت ان انا استخدم الميكسر ده على استخدامي الشخصي وكل حاجه كذا يوم، واعمل لك ريفيو بعدها. وطبعا الريفيو ده انا اعمله لك بعد 14 يوم من الاستخدام بالظبط، استخدام يومي حرفيا الميكسر. وقبل ما نبدا بس اي حاجه كده، تعالى اما اشرح لك يعني ايه ميكسر من الاساس لو ما تعرفش يعني. بص انا عايزك تعتبر دلوقتي ان احنا جوه حفله، وطبعا طالما بنقول حفله هيبقى فيها طبعا مغنيين، وطبعا الناس اللي بتعزف موسيقى. ومين بقى اللي بيحرك الناس اللي بتعزف موسيقى؟ هو المايسترو. برافو عليك. الميكسر بقى هو نفس وظيفه المايسترو بالظبط، هو اللي بيظبط الصوت اللي خارج من السماعات. وحرفيا ده انا لاحظته فيه بغباء بعد ما حطيت السماعه بتاعتي، الصوت اتحسن بطريقه مش طبيعيه. واحنا اصلا مش عايزين ننسى ان هو كارت صوت، فصباح الفل اصلا، وهيكون افضل معاك من كارت الصوت اللي موجود في البورده الاقتصاديه. خد بالك من الجزء ده. وكمان غير انه بيحسن صوت السماعات نفسها، هو بيحسن كمان صوت المايك. ما هو السلك الضخم ده مش من فراغ من الاخر يعني. المهم ان احنا هنشرح كل حاجه موجوده في الميكسر ده، وطبعا انت كده كده هتنبهر منه، هتنبهر من الفيديو بتاعي ده اكيد لازم يعني. انت كل مره لازم تنبهر في الفيديو بتاعي، ما ينفعش يعني. ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان ده بيشجعني جدا. ويلا نبدا باول حاجه، هو الانبوكسنج. طيب خلينا كده نبدا باول حاجه، هو بوكس الكابل الاكس ال ار. بوكس تقليدي جدا عادي جدا، وما فيهوش اي حاجه، حتى عموما الكرتون نفسه ما فيهوش اي حاجه حرفيا، كل عليه اللوجو فايفاين. وتلاقي في وشك اول ما تفتحه هو كابل اكس ال ار. بص كابل ضخم فوق ما تتخيل، حرفيا اضخم كابل ممكن تشوفه في حياتك بجد. ابعد بقى اول بوكس ده على جنب، ونخش كده على البوكس التاني وهو الميكسر نفسه. وهنا كمان في شويه معلومات تسيبك منها خالص، احنا هنشرح كل حاجه في الفيديو النهارده. كمان هنا بيقول لك بقى ان هو سهل الاستخدام وار جي بي والكلام ده كله، هنشوف كل الكلام ده الحاجات دي كلها. وهنا بيقول لك كمان ان هو جايب البلاك كلر مش الوايت، عشان في منه لون ابيض. يلا نفتح كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. واول حاجه هتقابلك في وشك هو كتيب التعليمات. سيبك منه خالص، سيبه على جنب كده، ونشوف كده الميكسر بيقول ايه. الفيدرز جامده بصراحه يعني. تعالى بقى اما نشوف كده الكابلات اللي جايه مع الميكسر ايه. واول كابل جاي معانا في البوكس هو كابل اليو اس بي، اللي بتقدر انت تشغل بيه الميكسر عامه من البي سي، او تشغله حتى من على الموبايل. وتاني كابل هو كابل الاي يو اكس تقريبا. هو الاي يو اكس صح كده. تعالى بقى ما نشوف الميكسر نفسه بيقول ايه. طيب دي كده المداخل هنشرحها بالتفصيل كمان شويه. اللي لاحظته بقى هي تفصيله بسيطه جدا، وهو الاربعه رابرز دول عشان ما يتزحلقش من على المكتب، جامدين جدا بصراحه. من الحاجات التحفه قوي برده في الميكسر ده هو الرساله الترحيبيه اول ما بتشغل الجهاز، جامده جدا بصراحه. ده زرار ميوت، سيبك منه دلوقتي خالص، هنشرحه كمان شويه. هنا بقى في تفصيله جامده جدا وتفصيله بسيطه جدا، هو الار جي بي اللي بيعمل انعكاس على المكتب من تحت، رايقه بصراحه. خلينا بس قبل ما نبدا نقول حاجه مهمه جدا، ان الميكسر مش بيجي معاه كابل الاكس ال ار ده، خد بالك من الجزئيه دي عشان انت لازم تجيبه. خلينا كده اول حاجه نبدا بالتصميم والخامات. التصميم هنا حرفيا جذاب جدا، انت اول ما تشوفه كده انت عينك هتلقط بقى على الار جي بي والكلام ده كله، يعني هنحكي على الار جي بي كمان شويه. المهم ان الميكسر جايب 12 زرار، منهم 4 تقدر تخصصهم زي ما انت عايز حرفيا بجد في اي حاجه. في الصوت طبعا يعني ما توديش دماغك لبعيد، مش ستريم ديك هو يعني. وبما اننا جبنا سيره الستريم ديك، لو انتوا حابين ان احنا نجيب الستريم ديك اللي هو بتاع 5 فاين دي 6 هنا في القناه ونختبره ونعمل فيه كل حاجه، قولي في
الكومنتات وانا هبعت اجيب لكم ونعمل ريفيو بصوا عالمي حرفيا. المهم خلينا نرجع لموضوعنا وهو الميكسر. والميكسر هنا جاي ب4 فيدرز عشان تتحكم في اصوات كل حاجه براحتك عامه بقى، سواء السماعات سواء المايك سواء كل حاجه. المهم ان الميكسر جاي بالكامل باضاءه ار جي بي مش اضاءه ريمب، وخد بالك من الجزئيه دي. وحرفيا في كذا مود للاضاءه حرفيا جامدين جدا، تقدر انت تتحكم في الاضاءه من الزرار بتاعه ده. لو جينا عكسنا الميكسر هتلاقي فيه اضاءه من تحت، الاضاءه دي حرفيا مديها الشكل كده يعني برغم انها بسيطه جدا بس مديها شكل السيت اب في حته تانية بجد جامده جدا برغم انها تفصيله صغيره جدا. شوف جدا كله جدا ما علينا. نيجي بقى للخامات. الخامات هنا بلاستيك بالكامل، مش البلاستيك الحلو قوي ولا البلاستيك الوحش قوي، البلاستيك كويس جدا على سعره من الاخر. يعني لو انت حرفيا اصلا في السعر ده مفيش ميكسر اصلا صباح الفل. هقولك على سعر الميكسر ده اخر الفيديو متقلقش خالص يعني. وبما اننا بنتكلم عن الخامات انا مش عايز انسى المقاومه الحلوه قوي الموجوده في الفيدرز، حرفيا بتديك احساس كده بالبريميوم وكمان بتمنع اي اخطاء تصدر منك. يعني عشان توصل الميكسر ده بتوصله عن طريق اليو اس بي اللي جاي معاه في العلبه. واكيد ما اعتقدش ان انت توصل ميكسر زي ده على موبايل، ما اعتقدش تماما بصراحه، ما اعرفش مين مجنون ممكن يعمل كده. ولكن شركه فايفاين في الجزئيه دي عملت حسابها ليك، انا ما اعرفش انت هتستفاد بيها ايه، بس حاطه لك الكابل اللي بيتحول من يو اس بي لتايب سي عشان لو تستخدمه على الموبايل او لو كيستك كمان فيها تايب سي وانت مش عايز تستخدم اليو اس بي. يعني عامه المداخل هنا اكس ال ار للمايك، وايوه هو المدخل الكبير قوي ده، مدخل عملاق والسلك بتاعه عملاق وكل حاجه عملاق بالمعنى الحرفي. لو انا حرفيا السيت اب بتاعي متبهدل من اسلاك فده جاي راح مزود كل حاجه حرفيا بالسمك بتاعه ده. والميكسر هنا جاي بمدخل لاين ان اللي بتوصله عن طريق الاي اكس عشان مثلا لو عايز تسمع حاجه من على الموبايل على الكمبيوتر الدنيا دي كلها يعني. وكمان مدخل هيدسيت عشان السماعه، ولكن خد بالك من حاجه مهمه جدا، لو وصلت السماعه بمدخل الهيدسيت هتلاقي ان مايك السماعه هو اللي شغال والاكس ال ار الكبير قوي ده مش شغال. بس انت لو معاك مايك باكس ال ار هتدخل الاكس ال ار طبيعي جدا طبعا، مش هينفع نستغنى عن حاجه زي دي اهم حاجه اصلا في الميكسر يعني صباح الفل. بالنسبه للسماعه الهيدفون بتاعتك هتوصلها عن طريق المدخل الهيدفون الموجود في الميكسر هنا، ولكن هنفقد كده المايك بتاع السماعه هيبقى شغال بس الاكس ال ار، فخد بالك من الجزئيه دي. واخر حاجه معانا في الميكسر ده هو اللاين اوت. نيجي لل 12 زرار دول بقى، دول بيعملوا ايه؟ تعالوا نكتشف مع بعض واحده واحده. الزرار الاول ده احنا خلاص عرفناه هو بتاع الار جي بي، طبعا مش هنعيد تاني بقى، ما خلاص احنا مش بنعيد وخلاص ما علينا. الزرار التاني بقى هو الزرار المفضل بالنسبه لي حرفيا عشان بقدر ان انا اغير صوتي منه لست اصوات تاني مختلفين، منهم صوت البيبي زي ده مثلا. الو سامعين ايه الاخبار يا شباب عاملين ايه؟ اعمل لايك وفولو سبسكرايب ما تنساش، ما اعرفش فولو سبسكرايب ازاي بس ما علينا. او كده مثلا الو السلام عليكم ما تنساش السبسكرايب واللايك بعد اذنك. او الصوت ده اللي هو حرفيا بيقولك برضه ما تنساش السبسكرايب واللايك. وده صوت الروبوت الموجود كمان ومعانا الصوت ده كمان وما تنساش السبسكرايب. وده كده اخر صوت معانا في الميكسر ده. الصراحه بالنسبه لي جزء الاصوات ده حرفيا جامد جدا ومفيد جدا لو انت بتلعب سيرفرات 5 ام بقى وطلع لايف والدنيا دي كلها. هتقول لي هعمل بيه ايه في 5 ام؟ مثلا لو انت عايز تعمل شخصيه مثلا رجل مافيا او رجل عصابات او الدنيا دي كلها، فالشخصيه دي كده لازم يكون ليها صوت مؤثر كده في القصه، يعني مش عايزين نهزر في الجزء ده يعني ما علينا. تعالى بقى كده اما نشوف الاربع ازرار اللي هم الاي والبي والسي والدي اللي احنا بنقدر ان احنا نخصصهم بصوت معين يظهر مثلا في لايف او تنبيه او الدنيا دي كلها. بنخصصهم ازاي؟ مثلا هنيجي على حرف الاي وهنعلق صباعنا عليه وهنتكلم واحنا معلقين صباعنا عليه، مثلا كده هنقول صلي على محمد، ولما تيجي بعد كده تضغط على حرف الاي ضغطه واحده بس هتلاقي الصوت بتاعك ظهر صلي على محمد. ولكن لاحظت فيهم كذا حاجه مهمه جدا. لاحظت ان جوده الصوت اللي انت بتسجله بتكون قليله جدا. ليه فايفاين كده؟ انا مش عارف بصراحه دي ايه حلها وليه هي عملت كده فعلا في الجزئيه دي، ولكن مش عايزين ننسى ان ده ميكسر اقتصاد. بس انا عايز فايفاين بنفسها تجاوبني تحت في الكومنتات ليه عملت كده، بس ما علينا دلوقتي. وحاجه كمان بخصوص الازرار اللي بنخصصها دي، ان انت لو قفلت الجهاز وانت كنت عامل تنبيه قبل كده التنبيه ده بيختفي لما تيجي تشغل الجهاز تاني. ما اعرفش الميكسر بينسى بسرعه تقريبا حاجه كده يعني، بس طول ما الجهاز شغال التنبيه ده بيفضل موجود عادي جدا. ليه كده؟ الصراحه دي حركه مستفزه جدا جدا فيه الصراحه يعني عشان ابقى واقعي معاه. المهم سيبك من كل ده ومش عايزين ننسى حاجه مهمه جدا جدا جدا. من ورا في زي زرار كده بيجي يمين وشمال عشان تتحكم في المايك يكون دايناميك او كوندنسر. ففايفاين راحت عامله ايه؟ قالت والله ما انا مزعله حد، احنا هنخلي فيه زرار ال 48 فولت اللي بيطلعوا للمايكات الكوندنسر. طبعا خد بالك ان انت حرفيا زرار ال 48 فولت ده انت عمرك ما هتلاقيه في ميكسر بالسعر ده عشان نبقى واقعيين بس. وخد بالك من حاجه مهمه تاني، ان انت لو المايك بتاعك دايناميك او المايك بتاعك مش بيدعم ال 48 فولت اوعى تشغل ال 48 فولت على المايك بتاعك عشان ممكن لا قدر الله المايك يتحرق. اتاكد ان المايك بتاعك فيه الخاصيه دي اصلا اهم حاجه. بالمناسبه قبل ما اكمل لك الفيديو بس ان انا من اول الفيديو ده وانا قاعد بسجل لك بكابل الاكس ال ار اللي طالع من الفايفاين اي سي 3 وطبعا باستخدام مايك الفايفاين اي ام 8 وده اللي كنا عاملين له ريفيو قبل كده على القناه هنا، هسيبها لك في الاي اللي فوق. خلينا كده اما نفصل سلك الاكس ال ار واسجل لك باليو اس بي دايركت من البي سي عشان تشوف الفرق عامل ازاي. طيب انا شلت لكم سلك الاكس ال ار اهو، وده كده الصوت دايركت من البي سي عن طريق اليو اس بي. انا معاك هتلاحظ فرق مش ضخم
ضخم تماما، ولكن انت مع الوقت هتلاحظ الفرق ده ازاي. مثلا لما اجي اعلي صوتي هتلاحظ الفرق ده، ان هتلاقي ان البيز مش مظبوط مع اليو اس بي، مثلا هتلاقي مثلا صوت اعلى من صوت، هتلاقي فيه حاجات خربانه كتير جدا يعني. عكس بقى الاكس ال ار بقى، هتلاقي ان هو ظبط لك البيز، ظبط لك الصوت، ظبط لك كل حاجه. ده غير طبعا ان انت تقدر تتحكم في الصوت نفسه من ناحيه كل حاجه عن طريق الميكسر. تعال بقى ما نرجع الاكس ال ار تاني. طيب دلوقتي احنا رجعنا للاكس ال ار تاني، بس في زرار كده غريب جدا انا نفسي استغربت لما شفته، وهو اسمه الكتريك، موجود على الميكسر يعني. ده عشان مثلا لو بتغني، بس بتغني من غير موسيقى، مش عايزين سيئات بعد اذنك، مثلا عشان لو بتغني زي كده يا عيني يا ليه وحرفيا الزرار ده مليان مودات بالهبل حرفيا بجد. مش هجربها معاك واحده واحده لان احنا حرفيا بص احنا اوقات الفيديو بيضيع مننا حرفيا يعني. اخر حاجه بقى وهي الفيدرز دي، طبعا عشان تتحكم في صوت اي حاجه، ده اللي بقول لك عليه، انت تتحكم مثلا في صوت المايك، صوت اللعبه، صوت اللي بيكلموك في الديسكورد. لو انت عايز تسمع صوتك وانت بتتكلم عن طريق المايك مونيتور، بتضغط على المايك مونيتور دي وتسمع صوتك وبتعلي صوتك وتوطيه، تعمل كل حاجه انت عايزها حرفيا. وكمان بيقدر يتحكم في صوت اللاين ان او اللاين اوت او الهيدفون او الكلام ده كله يعني. وطبعا ما ننساش ازرار الميوت اللي موجوده تحت، الميوت للمايك بقى، ميوت للسماعه، ايا كان. بس كده يا رجاله. وبالنسبه للعيوب بصراحه انا شايف ان هم العيبين اللي احنا قلناهم من شويه. والصراحه انا شايف من وجهه نظري ان الميكسر ده عالمي كل حاجه، بس كان ناقص سوفت وير بس حرفيا. وطبعا السوفت وير اصلا هيعالجنا من جزئيه ان هو مش بيحفظ الاصوات اللي انت بتخصصها اصلا. والصراحه انا شايف بقى ان فاي فاين الفتره الجايه لازم تركز على حوار السوفت وير في الميكسرات ده جدا بجد. حاجه بسيطه او كل حاجه، بس حاجه بتفيد في حاجه بسيطه تانية هتفرق جدا في ايا كان ايه هي. شكرا فاي فاين على الهديه الحلوه جدا دي. وقولوا لي يا رجاله في الكومنتات تحت لو انتوا حابين منتجات فاي فاين احنا نعمل عليها مراجعات اكتر الفتره الجايه، مثلا زي الستريم ديك الدي 6 مثلا من فاي فاين لو انت حابب ان انا اعمل عليه مراجعه، او مثلا زي سماعات الفاي فاين الاتش 13 او الاتش 12 مش متذكر، او مثلا مايك تاني زي مايك الكي 688 او مثلا بوم ارم او الدنيا دي كلها. قول لي في الكومنتات وانا مش هقصر معاك ما تقلقش خالص يعني. او خد بالك ان ستريم ديك الدي 6 ده جايب سوفت وير، ها كده خلاص مفيش حجه حرفيا. بس كده يا رجاله، حاول ان انا اشوفكم قبل الامتحانات، ولكن في الاغلب هيكون بعد امتحاناتي.